الجولة النهاردة في المتحف. أنا بحاول أجيلكوا هنا كل يومين تلاتة، كل 5 أيام، عشان أوريكم المعروضات بتاعة المتحف المصري الكبير. دي لوحات الحجرية اللي عدت ديت، ودي تمثال الملكة حتشبسوت. طبعا انتوا عارفين هي كانت بتتشبه وبتلبس لبس الرجال طول ما كانت بتحكم مصر. فالملكة حتشبسوت، وده تمثال عليه نقوش بتشرح الوضع اللي هي فيه، الوضع تقديم القرابين للآلهة. فالقدم ونحت ممتاز جدا 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 بالنحات المصري القديم، بيبين كل حاجة في النحت زي ما انتم شايفين، الأصابع، القدم، والجلسة ذات نفسها بتبين الهيبة عند الملوك المصريين. اهو دوت تمثال بتقدم القرابين، ده تمثال للملكة حتشبسوت وهي بتقدم القرابين للآلهة. ده رأس اخناتون، برضو من الحاجات القائمة في المتحف. وديت لوحات حجرية، لوحات حجرية وقطع من صخور حجرية عليها نقوش ورسومات بتبين مراحل في البعث والحساب عند قدماء المصريين. طبعا دي قطع كتير جدا جدا جدا، وعليها الرسومات معظمها باقي من النهب والسرقة اللي كانت بتحصل على مدى آلاف السنين. فقطعة ممتازة، اتفرجوا واستمتعوا، حاجات جميلة جدا جدا جدا. طبعا بحاول أقرب بالصورة عشان أبين لكم القطع والنقوش اللي موجودة عليها. استمتعوا، متحف المصري الكبير فعلا حاجة فخر لمصر كلها. دي طبعا اللوحات الإرشادية اللي بتحكي عن التماثيل. وده تمثال المرأة الجالسة، جميل جدا. دي ملكة، جميل جميل. استمتعوا استمتعوا. بحاول اقرب بالكاميرا عشان تشوف النقوش اللي موجودة على القواعد بتاعة التماثيل ديت، وبحاول اقرب منها. حاجات ممتازة وجميلة جدا. وفعلا الرحلة داخل المتحف ممتازة وجميلة جدا، وعاوزين ايام وايام نصور كل قطعة. احنا بنتكلم مقربين على 100,000 قطعة داخل المتحف. كل دوت احنا لسه ما شفناش 50 60 قطعة ولا 100 قطعة من اللي احنا عرضناهم.